العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمرة. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة ياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. إصابة مواطنان بفيروس كورونا اليوم. حاكم إقليم شمال البحر الأحمر تتفقد الخدمات الاجتماعية في قلعلو وفرو. دعوة لأصحاب السيارات لاحترام مراسم وتعليمات النقل البري. 16 قتيلا في هجوم استهدف مجموعة عسكرية بشمال بوركينا فاسو. الصين تواجه أسوأ موجة وبائية منذ ظهور فيروس كورونا. البرلمان على وشك إقصاء عمران خان عن رئاسة الحكومة الباكستانية. مرحبا بكم. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة مواطنين 2 من 4 أسمرة وقد جرت بفيروس كورونا، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9731. شفي منهم 9625 وتوفي 103 مريضا، فيما لا يزال 3 مرضى يتلقون الرعاية الصحية في المستشفى. وزارة الصحة 10 من أبريل 2022. تفقدت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهاء الخدمات الاجتماعية في مديريتي قلعلو وفورو ونواقصها والحصول على آراء لإيجاد الحل. وزارت السيدة أسمرة مشروع مياه بدة الذي أرسي عام 2010 ويعمل بالطاقة الشمسية، وتوقف عن العمل في شهر يونيو 2021، وبحثت مع الخبراء والإدارات سبل إصلاحه. وتفقدت البنية التحتية لمشاريع المياه التي جرفتها السيول في ضواحي إيرافايلي وقدم الحازين في مديرية فورو، وبحثت عملية الصيانة. وزارت مؤسسات التعليم والصحة في مديرية قلعلو وناقشت مع الإدارة والمعلمين وسائل حل النواقص. والتقت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرت خلال الزيارة بأعيان بدة وعدايته، وبحثت تنظيم قدرات الشعب لحل مصاعبه ودور الأعيان لمكافحة العادات الضارة وتطوير النشاط الزراعي. دعت سلطة النقل البري أصحاب السيارات احترام المرسوم رقم 174/2013 الخاص بخدمات النقل وتعليمات السلطة بشأن تعرف القانونية والحركة. وأوضح مسؤول مراقبة سلامة السيارات السيد بينة مريم لوكالة إيرينا القيام بالمراقبة المستمرة لضمان تنفيذ المراسيم والتعليمات وتصحيح الأخطاء. وأشار إلى معاقبة 60 من سائقي سيارات الأجرة في الإقليم الأوسط لمخالفات مختلفة ومنعهم من العمل لفترة محدودة، داعيا الشعب للإبلاغ عن من يعملون ضد مصلحته ومراقبة جمعية سيارات الأجرة لأعضائها. وذكر معاقبة السيارات الخاصة التي تعمل لنقل الركاب بطريقة غير قانونية وبأسعار باهظة بمبلغ يصل حتى 10,000 نقفة، وتتخذ الإجراءات العقابية حتى انتزاع لوحة السيارة. وتشير وثائق سلطة النقل البري وجود 1228 سيارة أجرة على المستوى البلاد، وتوجد 1160 منها في العمل النشط. أوضح سكان ضاحية حامباكتا في مديرية سلعة أن تجمعهم في مكان وسط مكنهم من تسيير حياة مستقرة والحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية. وذكر السكان المعاناة الكثيرة التي كانت في حياة الترحال الرعوية، ويحصلون بعد تجمعهم عام 2017 على خدمات التعليم والمياه قيد الإنشاء. وطالب السكان تطوير المدرسة الابتدائية إلى متوسطة لبعد ضحيتهم كثيرا عن مركز المديرية وإكمال الخدمات المتبقية. وتبعد حامباكتا مسافة 161 كيلومتر عن ركب حاضرة مديرية سلعة. أكد سكان إيرا الأعلاي في مديرية علا برعد على مواصلة النفرة التنموية لحماية التربة والمياه وإصلاح مساقط المياه.
وأوضح مدير الضاحية السيد تخلزجي كداني قيامهم بأنشطة بناء المجاري التحويلية وتمهيد الأراضي الزراعية وحماية التربة من الانجراف في الأماكن المنحدرة. وذكر قيام شركة سجن الإنشاءات بشق الطريق الذي جرفته السيول المؤدي من بالوا إلى قريجة ومن إيرا تحتاي إلى إيرا العلاي، داعيا شركة حارات للمواصلات العامة لتخصيص حافلة على الطريق. وفيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، أوضح السيد تخلزجي أن استقبال الطلاب المنتقلين إلى المرحلة الثانوية إلى مدرسة قمحار الداخلية من العام الدراسي 2020-2021 ساعد لعدم مقاطعة الطالبات للدراسة، مناديا لحل مصاعب مياه الشرب والصحة. وناشد السكان لبناء سد لحل مشكلة مياه إيرا العلاي وإيرا تحتاي. نظم في مدينة قرداد سيمينار لرفع الوعي الصحي للطلاب والحصل على المعلومات الصحية الآنية ومعرفة أساليب مكافحة الأمراض إلى جانب المعلومات الصحية التي يحصلون عليها في الدراسة. وأوضح الممرض عبد الرحمن سعيد أهمية التبرع بالدم وقضايا صحية أخرى، وقال إن تبرع الدم يرتبط مباشرة بإنقاذ الحياة، وعلى الطلاب إدراك أهمية والمشاركة في برامج التبرع الطوعي للدم. وشرحت سكرتير الاتحاد الوطني للمرأة في المديرية السيدة حسين عمر العادات المحدثة للأضرار الصحية والنفسية على المرأة، مناشدة المساهمة لمكافحتها. وذكر الطلاب أن السيمينار ساعد لرفع معرفتهم بأهمية التبرع بالدم ومكافحة العادات الضارة. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، رجاء ابقوا معنا. قتل 12 جنديا على الأقل و4 عناصر في فصيل موازر للجيش الجمعة في هجوم لجهاديين مفترضين استهدف مجموعة عسكرية في شمال بوركينا فاسو وفق ما أعلنت هيئة الأركان. وأفادت هيئة الأركان في بيانها بجرح 21 عسكريا. ويدفع المتطوعون في الفصائل المدنية الموازرة للجيش الضعيف التدريب والتجهيز أثمانا باهظة في إطار التصدي للجهاديين في بوركينا فاسو. وأشار المصدر إلى تنفيذ هجوم انتقامي ردا على عملية عسكرية أوقعت عشرات القتلى في صفوف الإرهابيين في منطقة قريبة من بارسالوغو الأسبوع الماضي. وتشهد بوركينا فاسو منذ عام 2015 دوامة عنف نسبت إلى الحركات الجهادية التابعة لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، وأوقعت أكثر من 2000 قتيل في البلاد، وأرقمت 1.8 مليون شخص على الفرار من ديارهم. تشهد الصين أسوأ موجة وبائية منذ ظهور الفيروس، مع فرض الإغلاق على ملايين الأشخاص ونصب آلاف الأسر على عجل وازدياد الضغط على النظام الطبي خاصة في شنغهاي. وتتبنى الدولة سياسة الصفر كوفيد المتمثلة في القيام بكل ما من شأنه الحد من الإصابات، ونتيجة لذلك يجري عزل آلاف الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في مراكز مخصصة أو مستشفيات. ويجهد النظام الصحي في شنغهاي البؤرة الحالية لتفشي الوباء الناجم عن المتحورة أوميكرون لضمان إجراء الاختبارات وعزل الأشخاص المصابين وتقديم الرعاية لبقية المرضى غير المصابين بكوفيد على حد سواه. فقد جرى تطعيم أكثر من 1.2 مليار شخص بجرعتين على الأقل من اللقاحات بحلول منتصف شهر آذار مارس، أي حوالي 90% من السكان، في حين تناول نصف الصينيين فقط حتى الآن الجرعة المعززة. تشهد باكستان أزمة سياسية في ظل الخلافات السياسية بين الأحزاب، حيث تواجه النواب في البرلمان الباكستاني بحدة السبت في افتتاح جلسة للتصويت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان. ورفع رئيس الجمعية الوطنية الجلسة إلى مطلع بعد الظهر بعد مواجهات كلامية استمرت 30 دقيقة. ولم يحضر خان الجلسة، وبات مصير خان الذي انتخب العام 2018
شبه محسوم إذا يتوقع أن تقر الجمعية الوطنية مذكرة حجب الثقة، لأن بعض حلفاء عمران خان في الائتلاف الحاكم انتشقوا عنه، فيما أعلن أعضاء في حزبه حركة أنصاف أنهم سيصوتون لصالح تأييد حجب الثقة عنها. ويبدو أن المعارضة تملك 177 صوتا، بينما تحتاج إلى 172 صوتا للحصول على الغالبية والإطاحة بالحكومة. ويتوقع اختيار شهباز شريف زعيم الرابطة الإسلامية الباكستانية والشقيق الأصغر لنواز شريف الذي تولى رئاسة الحكومة 3 مرات. وترى مفوضية الانتخابات أنها تحتاج إلى 7 أشهر لتنظيم الانتخابات على ما ذكرت وسائل الإعلام الباكستانية. وصل أول فريق من رواد الفضاء المنتمين جميعا للقطاع الخاص بسلام إلى محطة الفضاء الدولية يوم السبت، حيث تم إرسالهم إلى منصة الأبحاث التي تدور في مدار حول الأرض لبدء مهمة علمية مدتها أسبوع، ووصفت بأنها علامة فارقة في رحلات الفضاء التجارية. ووصل الفريق إلى المحطة بعد رحلة استقرت 21 ساعة بعد انطلاق الفريق المكون من 4 رجال، والذي اختارته شركة أكسيوم سبيس لبدء أولى رحلاتها في مجال الفضاء وعلوم المدار من مركز كينيدي للفضاء التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا. وانطلقت الرحلة باستخدام صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس، والذي حمل مركبة الفضاء كراود دراغون. والتحمت كراود دراغون بمحطة الفضاء الدولية في النحو الساعة 1230 بتوقيت غرينتش يوم السبت، في الوقت الذي كانت فيه المركبتان الفضائيتان تحلقان على ارتفاع ما يقارب من 420 كيلومترا فوق وسط المحيط الأطلسي، حسب ما أظهر بث حي لناسا. ويعتزم فريق أكسيوم معتد الجنسيات قضاء 8 أيام في الفضاء. ويقود الفريق رائد فضاء ناسا المتقاعد المولود في إسبانيا مايكل لوبيز الجيري، 63 عاما، نائب رئيس الشركة لتطوير الأعمال. في الختام إليكم تذكيرا أهم ما جاء في هذه النشرة. إصابة مواطنان بفيروس كورونا اليوم. حاكم إقليم شمال البحر الأحمر تتفقد الخدمات الاجتماعية في قلعلو وفورو. دعوة لأصحاب السيارات لاحترام مراسيم وتعليمات النقل البري. 16 قتيلا في هجوم استهدف مجموعة عسكرية بشمال بوركينا فاسو. الصين تواجه أسوأ موجة وبائية منذ ظهور فيروس كورونا. البرلمان على وشك إقصاء عمران خان عن رئاسة الحكومة الباكستانية. هذه كانت نشرتنا الإخبارية من استديوهات الفضائية الإريترية، كنت معكم حنان عمر جيلاني، إلى اللقاء.